السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مطبخ ديليسيوس كوزين كيرحب بكم من جديد، واليوم كيقترح عليكم بويوز او بغيوش بالبرتقال والشوكولا فيرميسيل. فكيجيو هاد البغيوش هادو كيجيو فعلا رائعين ومميزين شكلا ومذاقا. كنتمنى ان هاد الوصفه تنال الاعجاب ديالكم، فانا من عشاق البرتقال والشوكولا، وقلت لما لا انني نمزج هاد المكونات هادو في هاد البيوت هادو، وعطتني صراحه واحد الوصفه اللي هي رائعه. كنتمنى انكم تجربوها، ففعلا على ضمانتي اذا جربتوها غادي تعجبكم وغتنال الاعجاب وليداتكم. فكيف ما ديما اذا عجبتكم الحلقه ديال اليوم ما تنسوش انكم تبارطاجيوها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ديالكم حتى تعم الفائده. كذلك اللي كيشوف القناه ديالي لاول مره وكيتفرج على هذه الحلقه هذه لاول مره، ما ينساش انه يشترك معنا وينقر على الجرس حتى يتوصل بجميع الوصفات اللي كنزل جديده على القناه دي. كنتمنى لكم فرجه ممتعه. فبالنسبه للمقادير غادي نحتاجو كاس، انا غادي نديكم هنا العباره بالكاس ديال العنيبه، وغادي نخلي لكم رابط الوصفه اسفل في الصندوق ديال الوصف اسفل ديال الفيديو. فين غادي تجبروا الرابط ديال الوصفه بالمعايير المضبوطه بالمليلتر. هنا عندكم كاس عنيبه وتما كنعطيكم بالغرامات وبالمليلتر. فعندي هنا كاس ديال العنيبه ديال الحليب اللي هو دافي، كاس عنيبه ديال الزيت، كاس عنيبه ديال السكر سنيده. غادي نحتاج معلقه كبيره عامره ديال الخميره الفوريه، اللي عنده الخميره طريه يستعمل. عندي هنايا بيضه مكموله وابيض بيضه، لان الصفار غادي نحتاجه في التزيين فهو زولته، وهذاك البيض باش ما نضيعوش غادي نزيدو هنايا بيضه وابيض بيضه، قليل من الملح. وباش غادي ننكهو هاد البيوس ديالنا وهاد البغيوش غادي نحتاجو هنايا معلقه كبيره ديال، انا هنايا استعملت القشور ديال البرتقال اللي بقى لي على المركز ديال البرتقال. ديجا حضرت معكم الوصفه، غادي نخليها لكم حتى هي اسفل الفيديو. اللي ما عندهاش غادي تستعمل 2 معالق كبارين ديال بشر البرتقال، او حسب المتوفر، يعني تقدر تستعمل حتى معلقه كبيره، غير هي 2 معالق كبارين غادي تجيكم احسن، غادي يجي منبه اكثر. وهنايا عندي 3 المعالق كبارين ديال الفيرميسيل شوكولا فيرميسيل، 3 المعالق كبار. والدقيق غادي نحتاجو حسب الكميه، يعني حسب الخليط، ما عنديش هنا شي كميه محدده، حسب الخليط وصافي. تبقى حسب الجوده والنوعيه ديال الدقيق اللي نتوما مستعملين، كذلك حسب هاد المكونات اللي حنا مستعملين كاملين. فغادي ندوزو ان شاء الله باش تشوفوا الطريقه ديال التحضير. فاول حاجه غادي نعملها وهي غادي نضيف واحد معلقه كبيره ديال السكر سنيده، غادي نضيفها على هاد الخميره هذه اللي عندي، وغادي نضيف واحد شويه ديال الحليب باش تدفع لي هاد الخميره هذه دغيا. خلي من الحليب، وكخصو يكون هاد الحليب هذا يكون دافي ما يكونش بارد صافي. وغادي نخليها على جنب تدفع لي واحد شويه. دابا يدمن نمزج هاد المقادير هادو. فانا غادي نخدم في الخلاط في العجينه ديالي. اللي ما عندهاش غتستعمل فقط تدلكها بيدها في القصعه، غير هو كيسهل علينا العجين وصافي. فاول حاجه غادي نضيف هاد البيضات كيكون هكا، غادي نضيفوا البيضات يعني نعمل جميع السوائل مع بعضياتهم. غادي نضيفوا الزيت، الحليب، السكر سنيده، نضيفوا حتى السكر. غادي نضيفوا هاد الملح والبشر ديال البرتقال باش يمتزج لنا مع بعضياتو وباش يتنكى ويطلق النكهه ديالو في الاول. والشوكولا فيرميسيل غادي نخليوها حتى للاخير صافي. وغادي نزيد هاد الخميره اللي عندي،
صافي ونعمل كل شيء في الخلاط ديالي. وفي الاول غادي نخلط بهذا حتى يمتزجوا لي هاد العناصر ونبدا نضيف الطحين. عاد غادي نبدلو ونعمل الكروشي. فانا غادي نخلط باش ما نصدعكمش، غادي نقطع ونتلاقاو ان شاء الله من بعد ما نخلط. المكونات انا زودت هذاك الخلاط فقط غير بهذه الطريقه هذه. غادي نعمل الكروشي وغادي نبدا دابا نزيد الطحين تدريجيا. خصنا الخليط اللي نحصلوا عليه ما يكونش ثقيل، خصو يكون خفيف بحال ديال السفنج. فغادي نضيف بجديد وبجديدو باش ما يغفلنيش. هكذا خفيف كيف ما كتشوفوا. نوريكم مع القرب. هكذا تشوفوا راه باقي خفيف. هكذا خفيف واحد شويه، تقريبا كيشابه الخليط ديال السفنج. فانا في هذه المرحله هذه غادي نضيف له هذا الفيرميسيل شوكولا ونخلط شويه ونخليوه يرتاح حتى يخمر لنا ونتلاقاو ان شاء الله. سخنا العجينه ديال البريوش ديالنا فبالمساعده ديال الزيت باش ما تلصقليش في يدي. غادي نحاول هنا واحد شويه وغادي نشكل منها واحد الكويرات اللي هما صغارين. شنو عندي انا بغيت نعمل كويرات اللي هما زيتون، ولكن كيبقى لكم نتوما الاختيار كيفاش بغيتوهم، واش كبارين بزاف ولا زيتوين. وما تنساوش انهم باقي غادي يخمروا وغادي يتضاعف الحجم ديالو. فغادي نشكلو فقط بهذه الطريقه قد هذا الحجم هذا. وغادي نعملو في واحد لاطا اللي انا ديجا عملت فيها واحد الفيلم اليمونتير. اللي ما عندهاش شي بابي عفوا بابي كويسون، اللي ما عندهاش شي بابي كويسون تستعمل فقط غير الزيت وتعملوهم متباعدين. فانا غادي نوريكم. فمن بعد ما ساليتو عملت من فوق بابي كويسون ديجا خدمت فيه واحد الجينواز عليها بقى لي طراس ديالهم ديال الجينواز او شوكولا، ولكن انا قربته فعملته في هاد اللاطه هادي. غادي نخليه يرتاح يخمر، يعني الوقت ديال الخميره كيبقى على حسب الجو اللي نتوما فيه. سخون غادي يخمر دغيا، كانت البروده غادي تعطل واحد شويه. وما نفضلش هذا البغيوش هذا انه يتعمل الطريقه اللي كتدف لي الفران وتعملوا فيه، لان ديجا فيه هذا الشوكولا فيرميسيل غادي تمشي غادي تذوب. هي غير انا كنخدم بها بدات كتطلق لي شويه الحراره ديال اليد، بدات كتطلق شويه في العجينه. فملي غادي نخليوه حتى يخمر غادي ندهنوه من بعد بصفار ديال البيضه اللي خلينا. غادي انا خلطتهم مع شويه ديال الحليب، صفار بيضه مع واحد المعلقه كبيره ديال الحليب. وغادي نزينوه باي حاجه عندكم على حسب المتوفر عندكم. انا غادي نزينو واقيلا بهذا باللوز كونكاسي، لي زاموند كونكاسي. ونتلاقاو ان شاء الله باش نشوفوا في الطبق ديال التقديم. وهذا هو الشكل النهائي ديال البريوش ديالنا. فعلا كيجي رائع ولذيذ ومميز شكلا ومذاقا. كنتمنى انكم تجربوه. فما تنسوش انكم تشجعوني بلايكات ديالكم وتعليقات ديالكم اللي ديما كتفرحني وكتشجعني انني نزيدكم المزيد والمزيد من الوصفات. شكرا لكم على المتابعه. دمتم اوفياء لقناتي. نخليكم في امان الله مع وصفه مقبله باذن الله. Thank you.